هذه أبرز العناوين. تعليق فرنسا على دعوة أخنوش بشأن إبداء موقف واضح من قضية الصحراء. الكشف عن سبب تواجد سفيان مرابط في ملعب برشلونة. خطوة جزائرية لإبعاد المغرب عن تنظيم كان 2025. المعلق جواد بادة يواجه حملة مسعورة من الجزائر. دير لايك الفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك انت الاول جديد الأخبار المغربية. تعليق فرنسا على دعوة أخنوش بشأن إبداء موقف واضح من قضية الصحراء. في تعليق فرنسا على دعوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن إبداء موقف واضح من قضية الصحراء المغربية، قال المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي أن المغرب يعرف تماما موقفنا الذي أكدته وزيرة الخارجية في آخر زيارة لها إلى المغرب في مؤتمر صحفي مشترك مع زميلها ناصر بوريطة. وأضاف المتحدث في لقاء مع قناة فرانس 24 أن موقف فرنسا كان حاسما وثابتا من البداية من نزاع الصحراء، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي التي يتبناها المغرب واقعية وتشكل قاعدة جدية وذات مصداقية في اتجاه حل المتفاوض عليه. وأشار السفير باتريس باولي إلى دعوة فرنسا إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية بالنزاع حتى تصل إلى حل عادل وواقعي. الكشف عن سبب تواجد سفيان مرابط في ملعب برشلونة. أثار تواجد النجم المغربي سفيان مرابط في ملعب الكامب نو خلال المباراة الماضية لبرشلونة أمام خطافي جدل المتابعين في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية رحيله عن فيورنتينا الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الحالي. وكشفت صحيفة إسبانيا سبب تواجد مرابط متخفيا في مدرجات الكامب نو أمس الأحد خلال مباراة برشلونة وخطافي. وأوردت الصحيفة أن مرابط سافر إلى برشلونة لأسباب شخصية ثم حضر مواجهة الفريق أمام خطافي نافية وجود أي مفاوضات بين اللاعب وإدارة برشلونة. ويعد مرابط من أكثر اللاعبين المثيرين للاهتمام الأندية في الميركاتو الحالي في ظل تألقه بالنسخة الماضية من كأس قطر 2022 مع المنتخب الوطني المغربي، فارضا نفسه كأفضل لاعب بمركزه في المنافسة. خطوة جزائرية لإبعاد المغرب عن تنظيم كان 2025. استمرارا لمحاولتها البائسة عمد النظام الجزائري المفلس تنظيمه لبطولة الشان التي يحضر فعاليتها أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للكاف لعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات خلف الكواليس بهدف استمالة أصوات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة لصراعهم من أجل احتضان كان 2025. وفي هذا السياق عقد مسؤولو الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومسؤولون حكوميون ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لقاءات مع أعضاء بالمكتب التنفيذي للكاف. وحاول مسؤولو نظام الجزائر في هذه الاجتماعات إقناع ممثلي الاتحاد الكروي المعنية بأن يصوتوا لفائدة الملف الجزائري الذي يعد ترشيح المغرب لتنظيم هذا الحدث الرياضي الأكثر حظا بعدما تم سحب تنظيمه من غينيا التي لم تستجب لدفتر التحملات. وقد منح ممثلو تونس بحسب المصادر ذاتها على منح الجزائر موافقتهم لدعم ملفها على حساب ملف المغرب وغير من البلدان التي قدمت ملفات ترشيحها لاحتضان الدورة المشار إليها من الكان. وإلى جانب المغرب والجزائر تقدمت كل من السنغال وجنوب إفريقيا وزامبيا وكذا نيجيريا وبنين بملف مشترك لاحتضان كان 2025. وإضافة إلى تونس التي يمثلها في أروقة الكاف وديع الجريء رئيس الاتحاد المحلي. ستمنح الكاميرون أيضا بأوامر من سامويل إيتو رئيس اتحاد اللعبة فيها صوتها للجزائر. وكان إيتو قد صرح في وقت سابق بأنه يدعم الملف الجزائري. ومن جانبه كشف الأوغندي مويس حسين لأعضاء من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه سيصوت لصالح ملفهم في الوقت الذي تتوصل اتصالات المسؤولين الجزائريين بعبد الحكيم الشملاني العضو الليبي في الكاف من أجل استمالته بدوره وجعله يصوت لصالح الملف الجزائري. المعلق جواد بادة يواجه حملة مسعورة من الجزائر. يواجه الإعلامي المغربي جواد بادة المعلق الرياضي في قنوات بين سبورت القطرية هجمة مسعورة من الذباب الإلكتروني الجزائري في مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت هذه الحملة الشرسة ضد المعلق المغربي بعدما فضح الافتراءات والمغالطات الذي يعمل الإعلام الجزائري على ترويجها،
حول أسباب عدم مشاركة المنتخب الأولمبي المغربي في دورة شهر الجزائر الذي تجري حاليا في مدينة قسنطينة الجزائرية. وكان بادة قد قال مساء أمس الاثنين خلال تعليقه على المباراة التي جمعت الكاميرون بالكونغو إن الشان دون المغرب وتونس ومصر بدون مستوى. كما قال المعلق الرياضي المغربي إن الشان يلعب بدون بطل نسختين سابقتين وصاحب أقوى دوري في إفريقيا. ووضح بادة بشأن حرمان منتخب المغرب للاعبين المحليين من المشاركة في هذه النسخة، حيث أن المغرب لا يعد منسحبا بل تعثر عليه التنقل إلى الجزائر لأسباب التي يعرفها الجميع، والدليل أن نتيجة 3-0 للسودان غير معتمدة في موقع الكاف. وما إن انتهت أطوار المباراة المذكورة حتى شهد الذباب الإلكتروني الجزائري أزرار هواتفهم وأجهزتهم وانخرطوا في حملة مسعورة ضد المعلق المغربي، بل إن معلقين من هؤلاء طالبوا إدارة قنوات بي إن سبورت باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق جواد بادة الذي لم يفعل شيئا غير قوله الحقائق التي يعرفها الجميع، ما عدا هذا الذباب المنوم من قبل كابرانات الجزائر التي تخلفهم الحقائق. وبدورهم لم يتأخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة في الرد على هؤلاء المسحورين من الذباب الإلكتروني الجزائري. وتبنى رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب هاشتاغ حرام على جواد وحلال على حفيظ الدراجي، مشيرين إلى أن هذا المعلق الجزائري يستغل منذ سنوات طويلة القنوات القطرية نفسها لتمرير افتراءاته المضللة باسم نظام كابرانات الحاكم وتسيء إلى الوحدة الترابية للمغرب. مسؤول كبير في الكاف يدين تصريحات حفيظ مانديلا العدائية ضد المغرب. أدان وبريد سليمان حسن رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة تصريحات حفيظ مانديلا العدائية ضد المغرب التي أدلى بها خلال حفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر. ونشر وبريد تغريدة على حسابه على التويتر قال فيها: وفقا لنظام الفيفا والكاف أدين التصريحات التي أدلى بها حفيد الراحل نيلسون مانديلا خلال افتتاح الشان بالجزائر. وأضاف نائب رئيس الكاف قائلا: تصريحات شخصية تأكيد ولكنها لا تعكس قيم ولا مبادئ حياد الكاف. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر فتح تحقيق بالتصريحات العدائية ضد المغرب التي أدلى بها حفيد نيلسون مانديلا في افتتاح شهر الجزائر، مؤكدة أن ما جاء قبل المباراة الافتتاحية لا يعكس وجهات نظر الجهاز. حزب تونسي يعلن مساندته الكاملة للبوليزاريو في الوقت الذي يستمر فيه الفتور والسمة التي تضبط العلاقات الدبلوماسية المغربية التونسية. كشف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي التونسي محمد الكحلاوي مساندته ودعمه لأطروحة انفصالي البوليزاريو. وأبرز الكحلاوي أن مشاركة حزبه في أعمال ما يسمى المؤتمر السادس عشر لجبهة الانفصالية تندرج في إطار عدالة هذه القضية بحسبه. وصرح المتحدث ذاته لمنابر إعلامية جزائرية بأن مساندة الحزب الذي يرأسه للطرح الانفصالي يتماشى مع ثوابته، وأنه على استعداد لإسهام في التعريف لهذا الطرح في كل المحافل الدولية. وأضاف الكحلاوي أن قضية الصحراء الغربية تهمنا من منطق عربي وإفريقي ودولي، باعتبار أننا نتبنى فكرا أمميا ونناضل من أجل القضايا العادلة أينما كانت وحيثما وجدت. وسبق لهذا الشخص أن استقبل في سبتمبر الماضي القيادية في الجبهة الانفصالية فنانة لباد الرشيد التي كانت في زيارة لتونس معربا لها عن مساندة حزبه لطرح البوليزاريو. ووجه التذكير بأن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية فرضته الجزائر على المغرب بخلقها هذه الطغمة الانفصالية التي تطالب بإنشاء جمهورية وهمية في منطقة المغرب الكبير. ويقف هذا الكيان الهجين المساعي الدولية المبذولة في سبيل إيجاد حل معقول للنزاع أساسه الحكم الموسع في إطار السيادة المغربية، ويسهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والأمني في المنطقة.